يعني حاولنا أننا نخرج من النظريات، ونحاول أننا نوفر على الأستاذ وعلى الممارس وحتى الأسر حتى يفهموا أنماط التعلم. أنماط التعلم هي في حقيقة كثيرة، نحاول أن نجمعها في 5 أو 6 عناصر فقط، يعني اللي تتكلم عليها النظريات بدون الرجوع للخلفية النظرية. نعم. إذن أول حاجة اللي نوجد أنه طريقة أو وسيلة يكتسب بها الأطفال والتلاميذ المعرفة هي من خلال القراءة، من خلال المطالعة، من خلال المشاهدة، مشاهدة مثلا لبودكاست الآن، مشاهدة أفلام، مشاهدة أشرطة. مهما كانت هذه الأفلام نتأكدوا مهما كانت القراءة، هذه القراءة راح يكتسب بها التلميذ تعلمات معينة. لكن القراءة نعم هي مفيدة جدا، لكن تبقى محدوديتها خاصة في فئة عمرية معينة. لماذا؟ لابد أن نمر إلى مرحلة أخرى، أن نتكلم على هذه الأنماط. لماذا؟ حتى ينتبه أولا الأستاذ وتنتبه الأسرة، ونخلي هذه كلها هي فرص اللي تخلي التلميذ متكامل، بمعنى أنه تعطي له عدة فرص للتعلم. إذن تكلمنا على القراءة بكل أنواعها، وما تنسيش الآن لازم القراءة ما بقاتش غير عن طريق الكتاب المعهود، بمعنى أن التلميذ يقدر أنه كما يقرأ كتاب، كما يسمع كتاب، كما كذلك يلاحظ مشاهدة موضوع معين، موضوع ما، وهذا كله يزيد في ثقافته وفي تعلماته. كاين النقطة الثانية اللي يتعلم منها التلاميذ هي النقاش. تعرفي لما نعطي فرصة، لما الأستاذ يعطي فرصة، لما الأسرة تعطي فرصة للتلميذ حول موضوع معين، حول مشاهدة موضوع سواء علمي اجتماعي مهما كان هذا الموضوع، لما نعطوله فرصة للنقاش، التلميذ هنا ماذا يطور؟ أولا يطور اللي نسموهم بالإنجليزي يسموه السوفت سكيلز، اللي هي المهارات الحياتية. يخلي هذا التلميذ يتعلم الإنصات، يتعلم التحليل، يتعلم النقد، يتعلم الإبداع، يتعلم. إذن المعلم لو ما يعطيش، الأستاذ لما يخليش هذا التلاميذ يعطيهم فرصة للنقاش والحوار، صح، ما يقدرش يكسب هذه المهارات، وبالتالي يصبح يا أستاذ مشارك وجزء من هذا الموضوع. نعم، يصبح مشارك. نعم. هذه النقطة الثانية، هذا نمط من أنماط التعلم كذلك، وكيف يتعلم التلاميذ. النقطة الثانية، إذا قلنا القراءة، قلنا المناقشة، وكذلك البحث والتقصي. الحقيقة أنا الكلام اللي نتكلم فيه هو كله خلفيات نظرية. أنا اليوم لا أريد أن نعطي المرجعية للنظريات. نعم، نتكلم فقط على هذه النقاط بسرعة. إذا البحث والتقصي مهم جدا عند التلاميذ. تعرفي لما الأستاذ، سواء احنا ما نفكروش ان البحث والتقصي هو فقط عند الكبار، حتى عند الصغار. لما مثلا في نقاش وحوار نشك في معلومة، ليس بالضرورة أن الأستاذ يعطي النتيجة ولا يعطي الحل ولا يترك التلاميذ في حالة البحث. يعني نعم، لما نذهب للبيت نبحث عن النتيجة ونأتي بالإجابة الصحيحة والإجابة السليمة، بمعنى أنني أو حتى في مشروع صغير، يعني التلميذ يوصل إلى من خلال البحث والتقصي إلى نتائج ربما معرفة كانت خاطئة بالنسبة إليه يصححها، معلومة خاطئة يصححها، وكذلك ربما كانت معلومة يجهلها يعني تعطي له إضافة. إذا تلاحظي أن البحث والتقصي كذلك هو طريقة، هو أداة، هو وسيلة لاكتساب المعرفة. كذلك التعلم بالممارسة. التعلم بالممارسة كثير من النظريات اللي تكلمنا عليه. التلميذ هنا في هذه الحالة يتعلم، مثلا احنا عندنا التلاميذ لما يتعلموا مثلا يبدأوا في مفاهيم فيزيائية، مثلا كيف يشعل المصباح. لما نوضع أمامه أدوات ونتركه هو يجرب، هو يحاول، هو يوضع الأسلاك. يعني لازم يعرف أن لازم بطارية، لازم أسلاك حتى يشعل المصباح. إذا شعل المصباح هو تعلم معرفة وعرف كيف أنه يربط الأدوات التي أمامه، الوسائل التي أمامه بطريقة سليمة وصحيحة. نعم. وإذا أخطأ كذلك يتعلم من خطئه، ومن خلال التغذية الراجعة التي سواء يقدمها الأقران أو يقدمها المعلم، يتعلم ويتوصل إلى النتيجة. تلاحظي أن التعلم بالممارسة نوجدوه في كثير من في الممارسات الصفية، وخاصة في التعليم المتوسط يظهر جليا. كذلك يتعلم بالتعاون. مهم جدا العمل التعاوني. تعرفي الفرق بين التعاون والنقاش لابد أن ينتبه لها المربي. هناك فرق كبير لما نوضع التلاميذ
في حالة الحوار والنقاش وهي مهمة، ولما نوضع التلاميذ في وضعية تعاون. كثير من التلاميذ ربما أو الأساتذة اللي يشتكون من ضعف معين للتلاميذ، خاصة يقولوا أن مثلا قلتي الوضعية الإدماجية مثلا ولا الإنتاج الكتابي، هنايا من المفروض الأستاذ يفكر في عمل تعاوني، عوض أنه يترك التلميذ وحده، يتركه في داخل مجموعة 2 أو 3. تعرفي الفرق في التعاون أننا لابد أن نتفق على الفكرة. في النقاش قد نختلف ونقبل الاختلاف بعضنا البعض، لكن لما يكون تعاون نحن ملزمون الاتفاق. لماذا؟ لأن في النهاية سيكون لنا منتوج، سيكون لنا عمل نهائي، وهذا العمل النهائي مبني على التنازل، مبني على أن نقبل فكرة الآخر. صح. والفكرة اللي تكون الأقوى هي الفكرة اللي تجسد الميدان. وكذلك أن نتكلم على طريقة أخرى للاكتساب للتعلم، وهي الإنتاج. لما نقول الإنتاج لا نقصد فقط، ربما اللي يسمعني يظن أنني نتكلم عن الإنتاج الكتابي، أنا أتكلم عن الإنتاج بكل أشكاله، خاصة مع التكنولوجيا. الآن نستطيع أن المتعلم أنه ينتج في النهاية، ينتج نصا مثلا، وكذلك ينتج شريطا، ينتج فيديو يكون سمعي أو يكون بصري. وهنا تلاحظي لابد من إقحام. الآن إذا فعلا نريد أن نجعل التلاميذ يحبون المدرسة ويستمتعون، لابد من إقحام وسائل التكنولوجيا في التعلم. وتلاحظي أن التلاميذ يتفاعلوا كثير مع هذه الوسائل، عوض أنه فقط ينتج نصا، أنه لا ينتج شريطا وهو الذي يعبر عن هذا الشريط. تلاحظي أن دمجنا بين التكنولوجيا ودمجنا بين الإنتاج الكتابي. نعم، مهم.